الفل. مساء الفل. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة حبينا نطلع لايف عشان نقول لكم احنا ان شاء الله داخلين على ايه في موضوع الابليكيشن. استنى شوية بس كده لما الناس تبدأ تدخل عشان يبقى الكلام اللي جاي كله يبقى مهم، ونحاول ان احنا نقول كلامنا مرة واحدة بس بإذن الله. صلوا على النبي كده الأول. الناس سامعاني تمام؟ الصوت تمام يا رجالة صح؟ هو هجاوبكوا على كل حاجة، بس قولوا لي بس صلوا على النبي كده، اللي سامعني يصلي على النبي. هقول لكم كل حاجة. مساء الفل. طيب احنا دلوقتي يا جماعة الابليكيشن نزل، وبعد كده في ناس بتشتكي ان هي مش عارفة تخش في التطبيق. طيب هو الابليكيشن طبيعي جدا، اي ابليكيشن بينزل خصوصا لو انت بتطرحه لعدد كبير جدا من الجمهور وكله متحفز ان هو يخش الابليكيشن، فده ممكن يعني يضرب السيستم. فانت بتعمل ايه؟ بتعملها واحدة واحدة بالتدريجي. فاللي حاصل ده هو مقصود. الاطلاق الرسمي النهائي هيكون بكرة الصبح، هيبقى مفتوح لكل الناس بدون اي مشاكل زي ما النادي اعلن بشكل رسمي. فاللي حاصل ده هو مقصود مش خطأ او اي مشكلة. اي ابلكيشن بتطلعه طالما لو الابلكيشن نزل دلوقتي والناس هجمت عليه مرة واحدة هتحصل مشكلة. فايه اللي بيحصل؟ انك بتلاقي الابلكيشن بيتفتح شوية وبعد كده يتقفل، يتفتح شوية ناس تخش وبعد كده يتقفل، يتفتح شويه وبعد كده يتقفل، وهكذا لحد اما الابلكيشن يبقى بالتدريج اليوزرز بيشتركوا عليه عشان الداتابيس ما تتكربسش ويبقاش كل الناس داخله مره واحده. لحد على مدار 24 ساعه بيتم حل الموضوع ده، والساعه 6 الصبح ان شاء الله. ده الاكيد من التكنيكال تيم اللي شغال على الابلكيشن. دي اول نقطه. في موضوع ان احنا مش عارفين نشترك، انا نفسي لسه ما اشتركتش وانا عارف حاجه زي كده. ده طبيعي ان هو على اول ده البث التجريبي، اي ابلكيشن بيبقى ليه بث تجريبي، وان شاء الله بكره الصبح هيبقى كل الناس قادره انها تخش بشكل طبيعي. تاني حاجه، الناس اللي بتسال انا هستفيد ايه لما انا احمل الابلكيشن. اول حاجه، انت كمشجع زملكاوي قيمه الاشتراك 50 جنيه، انت بتحضر الماتش ب 75 جنيه، فقيمه الاشتراك 50 جنيه دي قليله جدا. وال 75 جنيه اللي انت بتدفعها في الماتش النادي بياخد منها 11 جنيه، فانت لما تدفع 50 جنيه والنادي يبقى واخد الغالبيه العظمى منها تخش النادي، فدي حاجه ما فيهاش اي مشكله. الموضوع مش صعب يعني. انا همسح بس هلغي التعليقات دلوقتي عشان مش اركز معاك، اقول اللي عندي وبعد كده اللي عنده اسئله يقولها يا جماعه، وانا هجاوبكم على كل حاجه ان شاء الله. ايه اللي انت هتستفيده؟ طبعا هي مراحل. فيز 1 او المرحله الاولى انت هتشوف محتوى مش موجود في اي حته. محتوى تقدر تتابع بيه الزمالك، وتقدر تتابع فيه الكره المحليه، وتقدر تتابع فيه الكره العالميه. هيجي لك نوتيفيكيشن بالفرق اللي انت تحددها وتختارها، زي ابلكيشنز مثلا 365، انك انت لو انت عايز تتابع الماتشات بتختار الماتشات او الفرق اللي انت عايز تتابعها، وهكذا. كل الحاجات دي هتلاقيها على الابلكيشن. فاول فيز في الابلكيشن هتدي لك المتابعة الماتشات، وبتدي لك الفيديوهات واخبار وحاجات حصريه موجوده على الابلكيشن. في كميه فيديوهات اتصورت على مدار الاسبوعين اللي فاتوا سواء للعيبه او للجهاز الفني للزمالك. تبدا تشوف بقى هم العاب مع بعض، حوارات وتصريحات، حاجات كده. دي فيز 1. دي فيز 1. تاني حاجه فيز 2 بقى هيبدا بقى يدخلوا موضوع الفري تيكتس، انك انت تاخد تذاكر مجانيه
بعد كده يدخلوا امكانيه انك انت تدفع الفواتير عن طريق يعني سيستم مدفوعات، ايا كان هو ايه. بعد كده هتقدر يعملوا فكره الزيارات. كل ده محطوط في البلان، انك انت تحضر التمرين، كل ده محطوط في البلان، لكن مش هيبقى موجود من اول يوم. هي مراحل، واي تطبيق هينزل الكم ده من جمهور الزمالك او من اي جمهور في الدنيا، فالناس اللي لما بتهجم مره واحده، انت لازم تبقى متاكد انك انت هتوبريت الموضوع ده صح، يبقى هتعرف تشغله صح عشان ما يحصلش مشاكل وترجع الناس تشتكي ان هم مش عارفين ياخدوا الخدمه اللي هم دافعين مقابلها. فاول فيز زي ما قلنا دي اللي هتبقى موجوده، هتبقى مفتوحه لكل الناس بدايه من بكره الصبح. طيب السؤال التاني، الناس هتبدا هتدفع ازاي؟ اول حاجه مفتوحه متاحه هي الدفع عن طريق كريدت كارد. طيب الناس اللي مش معاها كريدت كارد، خلال 4-5 ايام هيبقى فيه زي ابلكيشن شاهد كده، لما انت بتيجي تشترك فيه بيحولك على ويب سايت، تدفع في الويب سايت، بعد كده ترجع تاني للابلكيشن ده. نفس الفكره بالظبط يعني. فاللي هيحصل كالتالي، لو انت عندك حد من قرايبك من اصحابك وبتاع، هو يشترك لك وبعد كده تحول له الفلوس بتاع اللي هو الاشتراك دي، نقدر نحلها مع بعض كده لحد ما يفتح اللينك التاني اللي هيخليك تشترك عن طريق محافظ الكترونيه، عن طريق ابل باي، عن طريق اي مدفوعات تانية. لكن بدايه في فيز 1 احنا هندفع بالكريدت كارد. طيب في عندك اشتراكات من اول 50 جنيه شهر، وعندك لحد 7 سنين، فكل واحد هو ومقدرته. دلوقتي دي فرصة مهمة جدا للجمهور ان هو يثبت نفسه، ان هو يقول احنا عايزين نساعد الزمالك، احنا عندنا حاجة نساعد بيها الزمالك. زي ما قلت، اللي عنده المقدرة ان هو يشترك في الابليكيشن اهلا وسهلا، اللي مش عنده المقدرة ما تنظرش علينا، سيب اللي عايز يشترك يشترك. وهتلاقوا برضو في النص كده ناس تقول لك ولادك اهم ومش ولادك اهم، ده تلاقيه اصلا بيشرب علبة سجاير ب 90 جنيه. فيعني ما تشغلش دماغك بالناس دي. المبالغ شايفها في المتناول جدا يعني. وفي نفس الوقت احنا كنا دايما عمالين بنطلب ورونا حلولكم، ورونا الموارد هتدخلوها ازاي، وي والكلام ده كله. الناس مش من الاخر يعني، مفيش نادي او نادي زي الزمالك هيعرف يعظم الموارد بتاعته الا بجهود جمهوره. فدي فكرة كويسة جدا، نشجعها وندعمها بدل ما نقعد نخترع وننظر، لان ده مش وقت تنظير يعني. انت زي ما بقول دايما، هي المختلف في الزمالك عن اي نادي تاني في مصر هو جمهوره ما عندوش اي مشكلة ان هو يدعم ناديه بكل اللي يقدر عليه. فدي فرصة كويسة انك انت تثبت فيها. انت تقدر تشترك شهر، اشترك شهر. تقدر تشترك 7 سنين، اشترك. وعندك بقى سنة و6 شهور وسنتين و3، تقدر على حسب انت تقدر تعمل ايه. وزي ما بقول هي مراحل. اول مرحلة هتبقى اكسكلوسيف كونتنت، يعني محتوى حصري هتشوفه على الابليكيشن، تتابع نتائج وماتشات كل فرق الزمالك سواء العاب اخرى او كوره. تقدر تتابع بيه الدوري الانجليزي، تقدر تتابع الدوري الاسباني كنتائج مش كبس. عشان بس الناس كانت بتتكلم في موضوع ان عايزين يشوفوا لايف ستريم وبتاع، ده مش هيحصل يا جماعه، لان دي حقوق. الموضوع مش بالسهوله دي يعني. فالحقوق الملكيه دي تقفل لك الابليكيشن اصلا يعني. فاللي هيحصل هو هتبقى نتائج او كده واخبار وهكذا. فده اول فيز. تاني فيز زي ما قلنا هيخش بقى جيمز، وتقدر تلعب ويبقى في تفاعل ما بين المشجع وما بين الابلكيشن، ان هو يخش مسابقه معينه، يجمع بوينتس معينه، ياخد بيها تيكتس او ياخد فيها زياره للتمرين، او يزور المتحف بتاع الزمالك. وكل اي فكره ممكن تخطر في بالكم. وميزه اي ابلكيشن ان هو سهل انك انت تطوره وتحسنه كل شويه. تمام. انا نقرا بقى التعليقات بتاعت الناس. التعليقات بتاعت الناس، انا مش شايف اي تعليقات.
إيه، طيب انا بحاول اجيب التعليقات بتاعت الناس بس مش شايفها. معرفش هو مهند ليه كده عندي. اتمنى ان يكون جاوبنا لكم على كل الاسئله. تمام، جبنا التعليقات. نطلع من اول فوق كده. إيه، انا اول ما لقيت عمر جابر يا عم ماشي. مش عارف ادخل جاوبت على السؤال ده. لما افتح الاقي عمر جابر في وشي. كابتن النادي يا عم، في ايه مالك؟ في طريقة دفع. فادي مجدي بيقول في طريقة دفع الفواتير. زي ما قلت دي ممكن تبقى قدام شوية مش دلوقتي يعني. آه، طب لو عايز اشتري حاجة. بالنسبة لموضوع الستور يا جماعة، الستور لسه ما خدوش قرار هو هيبقى جوه الابليكيشن ولا لينك يخرجك بره الابليكيشن. بس يعني لسه في حاجات تكنيكال شغالين عليها. لكن الستور هيطلع بسرعة، مش هيتأخروا فيه يعني. ممكن القصة دي تخلص خلال 10 ايام اصلا يعني. مفيش اشتراك تاني غير 50 جنيه. في يا جماعة اشتراكات زي ما قلنا 50 وفي 500 وفي 1000 وفي 3000 وفي كل حاجة. عايز اشتري حاجة من منتجات الزمالك في السعودية، الستور لما ينزل تقدر تشتري ان شاء الله. بكرة هيبقى مفتوح الابليكيشن اللي جوه مصر وبره مصر، والناس اللي تقدر تدفع بكريدت كارد هيدفعوا. المحافظ والحاجات دي هتتفعل لسه قدام شوية، ممكن خلال اسبوع يعني ان شاء الله. ده حسب المعلومة اللي جات لي من الزمالك. موضوع المحافظ هيشتغل بس خلال اسبوع. آه، هيشتغل بكرة الساعة 6 الصبح الابليكيشن ان شاء الله يا جماعة. تمام. احنا بنسافر في بث مباشر المباريات. انا جاوبت على موضوع البث المباشر ده ان هو البث المباشر هيبقى صعب جدا، مستحيل يعني، على الاقل الموسم ده يعني. الاغنية هتنزل امتى؟ هتنزل بكرة ان شاء الله مع الاطلاق الرسمي باذن الله يعني. ليه ما يعملوش لعبة فانتزي في التطبيق؟ كل حاجة يا جماعة متاحة، كل الافكار اللي انتوا بتقولوها متاحة. ده ابلكيشن مش حاجة جامدة، مش هتفضل زي ما هي اول مرة يعني. بيطلع ايرور وقت التسجيل. احنا قلنا انا عندي بيطلع ايرور، هو مقفول دلوقتي. هم قفلوه، هم خدوا عدد بيدخلوا شويه شويه على الداتابيز. الناس اللي بتخش تشترك بيدخلوا يفتحوا 3 دقايق ويقفلوا، يفتحوا اقل من 3 دقايق ناس تخش بعد كده يقفلوا شويه. حتى لحد اما الدنيا تبقى ستيبل ويبداوا يفتحوه بكره لاكبر عدد ممكن. بس انت ليه اول ما نزل التطبيق قلت ان ده مش هو الرسمي؟ فين اللي انا قلت ان هو مش الرسمي؟ التطبيق ما اول ما انا معلقتش على حاجه، انا شيرت لما التطبيق نزل مع الصفحه الرسميه شيرت وقلت ان هو ده الرسمي. انظمه الاشتراكات ايه يعني؟ ايه السؤال ده يا محمد يا صبري؟ انا جاوبت تقريبا على انظمه الاشتراكات. انا بعد ما سجلت واشتغل معايا طلع لوحده من اول وجديد. تمام يا حسام، ده برضو بالظبط نفس اللي حصل معايا. وزي ما بقولك هما بيدخلوا عدد قليل جدا جدا كل شوية. ما ينفعش يخش ملايين مرة واحدة والافات مؤلفة مرة واحدة. ده هيضرب الدنيا، فهي لازم تاخد الموضوع بالهداوة كده، وبعد كده الدنيا بتشتغل تمام يعني. ممر الملك فاروق، الزمالك شغال فيه وبياخد الموافقات، وان شاء الله يبقى في القريب يعني. ايه الجديد في ارض الزمالك او القيد؟ الجديد قالوه اعضاء مجلس الاداره ان هو انت قدامك اراضي ومستنيين الموافقه القياده السياسيه يعني. هنقدر نحجز من عليه الماتشات. كل الافكار دي يا جماعه متاحه،
لكن مش هتبقى مع اول طلعه. اول طلعه زي ما بقول كده هتبقى محتوى حصري على الابليكيشن، فيديوهات كتير جدا، اخبار كتير جدا، حوارات معموله مع معتمد جمال ومعموله مع اللعيبه، كل ده هتقدر تشوفه على الابليكيشن اول ما لما تشترك. ومع كل كام يوم كده هتلاقي حاجه جديده بتظهر في الابليكيشن كل كام يوم. بس طبعا انت مش تقدر كنادي او كشركه بتدير الابليكيشن انك انت تفتح كل حاجه مره واحده، فالدنيا تسيح منك ما تعرفش تلمها من هنا ولا من هنا، فلازم واحده واحده كده. يعني لو حاولنا ندخل دلوقتي ممكن ندخل على مستحيل قفلوه خالص. انت وحظك، انا بقول لك هو بيتفتح شويه شويه يا فادي، بيفتح شويه ويقفل شويه، يفتح شويه ويقفل شويه، لحد الكلام ده يفضل شغال كده لحد الساعه 6 الصبح. من بعد 6 الصبح ان شاء الله هتلاقي الابليكيشن مفتوح للجميع يعني. تفتكر هنعرف نفك القيد؟ ان شاء الله هنفك القيد باذن الله. ده مش اوبشن بالنسبه لي يعني، هو ده مش اوبشن، ولو وفك القيد ما هوش انجاز يعني، هو فرض على الزمالك. وعشان نفك القيد يا جماعه احنا محتاجين جمهور الزمالك، عشان الزمالك يفك القيد محتاجين الجمهور في الابليكيشن. الابليكيشن ده مصدر دخل مهم جدا، وحاجه محطوط عليها حمل كبير قوي ان هي تدخل موارد للنادي تدفع في فك القيد. اول طلعه هيكون في توقعات. جدع فادي فكرتني، هيكون في توقعات برضو من ضمن في اول طلعه، توقعات للمباريات وتوقعات بس العائد منها ايه لسه مش عارف الصراحه. يبقى في توقعات للمباريات الدوري الانجليزي والاسباني يبقى في يعني زي حاجات بسيطه كده في الاول، العجله تمشي والدنيا تبقى ظريفه ان شاء الله. ليه مفيش ايفنت لكل المؤثرين زملكاويه يكون ليهم دور في ابلكيشن زيك وعبد القوي وسانتي ونصوحي وما اكثرهم؟ يعني ما اعرفش الصراحه يعني، مش ما فكرتش في حاجه زي كده يعني. الفلوس كلها تروح للنادي ولا النادي هياخد نسبه فقط زي موضوع التذاكر؟ يعني هو اكيد الشركه اللي بتدور الابلكيشن مش عاملاه عشان تخسر. الشركه دفعت للنادي فلوس في الاول، والنادي هياخد نسبه كبيره جدا، النسبه الغالبيه هتبقى داخله للنادي ونسبه بسيطه داخله للشركه عشان تعرف تفضل مدوره الابلكيشن. وهي لو بتخسر مش هتدور لك الابلكيشن، فطبيعي جدا يعني ان الشركه تاخد نسبه رائد يوسف، انا رديت عليك 10 مرات تقريبا مش راضي يسجل دخول دلوقتي. ايوه ما انا عارف ان هو مش راضي، وقلت لك والله مش راضي يسجل ومش هيسجل الا بعد الساعه 6 الصبح بكره ان شاء الله. ايفون الاي او اس برضو نفس الكلام، الاندرويد والاي او اس نفس الكلام. هل هيبقى في فكره كوميونيتيز الزملكاويه؟ ما سالتش فيها بس اعتقد انها مش صعبه انها تتعمل يعني. منور يا اسامه حبيبي. هل الاوقاف هتاخد جزء من ارض النادي؟ بعد الدوري نبقى نشوف الموضوع ده ان شاء الله. في حد تاني حابب يسأل على حاجة؟ انا اعتقد ان انا جاوبت على كل الاسئلة. بالنسبة للي في السعودية وكل دول العالم يا جماعة، دول ان شاء الله بكرة هيبقى كله متاح لكل الناس. عمرو بيسأل هو الابلكيشن نزل؟ هو نزل نسخة تجريبية ولكن مقفولة دلوقتي، ان شاء الله بكرة الصبح هتشتغل عند كل الناس زي ما النادي اعلن على موقعه الرسمي ان بكرة الساعة 6 صباحا هيبقى اطلاق الابلكيشن للناس كلها. في جديد عن شركة الكورة؟ انا جاوبت على موضوع شركة الكورة ده في كذا حلقة قبل كده، ان شركة الكورة عشان تستفيد بيها انت محتاج تمسك في ايدك كل مداخل النادي. فمداخل النادي ايه؟ التذاكر مش معاك، البث مش معاك، الرعاية بتاخد نسبة والشركة الراعية بتاخد نسبة. فايه اللي معاك دلوقتي؟ معاك البطولات ومعاك البطولات. يعني لو انت خدت بطولات فدي الحاجات اللي انت بتاخدها بنسبة 100%. فالحاجتين دول مش مغريين لوحدهم للمستثمرين، فانت محتاج ان الحاجات دي تبذل فيها مجهود شوية عشان تبقى اسمها شركة وتدخل استثمارات للنادي، وتلاقي مستثمر يجي يدفع لك ملايين او اكتر من مليار مثلا في شركة الكورة عشان هو كمان عايز يرجع فلوسه. فيرجع فلوسه ازاي واغلبية الحاجات اللي انا بقولك عليها دي مش في ايده؟ دي حاجة محتاجة تغيير إدارة أو فكر إدارة الكرة في مصر أصلا.
دي حاجة مش في ايد الزمالك. البرومو هينزل بكرة ان شاء الله. عايزين الشركة تمنع السكرين شوت وتسجيل الفيديوهات من الابليكيشن مهما كان. الفيديوهات لو حتى عرفت انك انت تسجلها يعني او تقفلها، هو ده هيبقى واقف على مطاردة من الكوبي رايتس بتاعة الشركة، وفي يعني في ملاحقة قانونية للناس اللي هتعمل كده يعني. فين الأغنية بنا بصوت عبد الهوية؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ الأغنية إن شاء الله بكرة بإذن الله. طمنا على القيد. زي ما قلت لكم يا جماعة، الابليكيشن هو أول أساس في فك القيد، فاللي هيحقق ده هو جمهور الزمالك مش حد تاني. احنا هاجمنا المجلس الإدارة وما فيش أفكار، وانتوا فين الحلول اللي عندكم وبتاع، ففي حل اهو. احنا طالبنا بالابليكيشن ده من فترة، اتمنى ان اللي هينجحه هو جمهور الزمالك بس. طيب ليه ما جبناش تيم يبقى تبع الزمالك، يبقى مثلا براتب وفي شباب مصريين شطار جدا، كنا احنا استفدنا بالنسبة بتاعة الشركة دي. طب وتجيب تيم ليه وتحمل الشركة اعباء، تحمل النادي اعباء مرتبات ليه، لما انت عندك شركة هتيجي تدفع لك فلوس وهي تستفيد يعني، وهم عندهم الخبرة في حاجة زي كده. انت كنادي لسه هتعين بقى ادارة تكنيكال، وتعين محررين، وتعين داتا انتري، وتعين خدمة عملاء، قصة يعني. الموضوع مش سهل، مش بالسهولة دي. الله اكبر واعظم. هيلموا فلوس هيعملوا بيها ايه؟ مجلس اداره ياخد فلوس ولا هيسد 25% تاني؟ المفروض لازم توضيح، لا هيدفع عشان اللي هيشترك. عايز الامور تبقى واضحه. انا مش فاهم السؤال. هيلموا فلوس وهيعملوا بيها ايه؟ مجلس الاداره ياخد فلوسه ولا هيسد؟ يعني مجلس الاداره هياخد فلوسه تاني يعني؟ ما يعني ده مش في التفكير يعني. الناس اللي دفعت فلوس من جيبها مش يعملوا ابلكيشن عشان خاطر ياخدوا فلوسهم، لا هم بيعملوا ابلكيشن عشان خاطر يوقفوا صرف من جيبهم يعني. ده التفكير يا جماعه. مش لما يبقى في بقى مداخيل مستمره وبتاع ممكن يبقوا يستردوا جزء، ده حقهم يعني، دي فلوس ناس دفعها من جيبها. فمش دلوقتي يعني، ما اعتقدش ان هو التفكير دلوقتي واحنا عندنا ديون كسرت 300 مليون جنيه يعني للكوره بس. هل التوقعات دي بفلوس زي 1 اكس؟ اكيد لا طبعا يعني، اكيد ما فيش مراهنات في مصر يا جماعه، مش مصرح بيها اصلا. ايه الاسئله دي يا جدعان؟ في ايه؟ حسن ممدوح، شكرا يا حسن، كتر خيرك. حتى الاعضاء اللي ماسكه اتصالات مختفيين، وحتى جماهير تحس ان مش زعلان على الصالات ماسكه الصالات. صالات ايه يا عم؟ دلوقتي مش وقت صالات دلوقتي، خلينا نشوف الابلكيشن الاول. هل الابلكيشن ممكن يظهر من لوجو على تيشيرت او يظهر في لوحات الاعلانات في الماتشات؟ معرفش، ممكن يعني، وارد جدا لانها حاجه. محتاج رد لو سمحت على ايه بالظبط؟ انا لسه داخل، هو التطبيق نزل على فوق. نزل يا خالد على الايفون، على الاي او اس. خش على الصفحه الرسميه للزمالك، حاطين اللينكين، لينك الاندرويد ولينك الاي او اس. النادي هياخد نسبه كام؟ هياخد نسبه الغالبيه العظمى يعني، ما تشغلش بالك بالنسبه كام. الرشولي هيرجع. الرشولي اتصورنا امبارح، وان شاء الله في حلقه تنزل النهارده باذن الله. اللينك يا جماعه على صفحه الزمالك الرسميه. انت متضايق ليه؟ طيب مين قالك يا عم اللي انا متضايق؟ انت تضايقني ليه يا عم؟ متقلقش، مش متضايق. في ناس مندسه هتحارب المشروع، ده حقيقي طبعا، ده حقيقي. وفي ناس بتحب تولول على الفاضي، وفي ناس مش غرضها الزمالك اصلا، ناس غرضها انها تثبت ان وجهة نظرهم صح. فيعني خلي بالكم من الناس دي يعني، ما تسلموش ودانكم لاي حد. طيب في اي حاجة تانية تحبوا تسألوا فيها يا جماعة؟ هيقول لك في خطأ لحد بكرة الصبح الساعة 6. بكرة الصبح الساعة 6. بكرة الصبح الساعة 6. قلتها لكم كتير اهو يا جماعة. خش على الموقع الرسمي، اقروا اللي مكتوب،
واقروا اللي مكتوب عندي، هتلاقوا ان كل حاجة التسجيل مقفول، لان لسه دي مرحلة بس التجريبي اللي هيتفتح للناس كلها بكرة الصبح، ومش هيفتح مع اي حد يا جماعة. الناس اللي لسه داخلة دلوقتي زي ما شرحنا، المشكلة مش عندك يا فؤاد يا سعد، المشكلة مش عندك، هي دي مش مشكلة اصلا. زي ما شرحت من شوية، لو انت لسه داخل دلوقتي، انت عشان تفتح ابلكيشن من الاول وينزلوا كمية البشر دي مرة واحدة، ده ممكن يعمل لك مشكلة في الداتابيز عندك. فانت بتفتح شوية وتقفل شوية، تفتح شوية تقفل شوية على مدار 24 ساعة. بعد مرور 24 ساعة تقدر تفتحه للناس كلها. فبكرة ان شاء الله الناس كلها تقدر تحمله بشكل طبيعي ومفيش اي مشكلة. ما, ف... يعني ما فرقتش من الكام ساعة دي ان شاء الله يا شباب. ايه الحل لفك القيد لو الزمالك عبد القوي بيتصل بيا، ما اعرفش بيتصل بيا ليه. يا عبقاوي ده انت اللي قايل لي اطلع لايف. عبقاوي بتفصل لي اللايف. محمد محمود داوود، انت كعضو هتستفيد ايه؟ انت عضو نادي يعني يا محمود، ولا مشجع للزمالك؟ الاشتراك في انستا باي. وسائل الدفع الاولى المتاحه بكره هتبقى كريدت كارد. بعد كده خلال 4 5 ايام، اسبوع بالكتير، هيتفتح انك تقدر تسجل تقدر تدفع باي شكل تاني، سواء محافظ او ابل باي او اي وسيلة دفع تانية تقدر تدفع بيها. فاحنا ممكن لحد ما ده يتعمل، ده مش هيطول يعني، اللي معاه كريدت كارد يحجز لاصحابه، واصحابه يحولوا له الفلوس يعني، سواء محفظة بقى ولا انستا باي او اي حاجة. فاي حد معاه كريدت كارد هيقدر يدفعه. طيب هو ليه عمل كده؟ لان الستورز سواء اب ستور او جوجل بلاي ما بيقبلوش غير دولار، فالدولار مبدئيا بيشتغل بكريدت كارد المصري. فالحين ما ده يخلص، هيبقى فيها زي شاهد كده يعني، بالظبط زي شاهد. ده المثال الاقرب للابليكيشن وطريقة السداد. هيحولك لصفحة تدفع فيها، الصفحة دي هترفلكت او هتنعكس على الابليكيشن، وهتلاقي نفسك انك انت اشتركت في الابليكيشن. ايه الحل لفك القيد لو الزمالك ما فازش بالكونفدرالية؟ لا، مش مشكلتي ادور على حل، بس اللي في ايدينا دلوقتي احنا كجمهور ان احنا نشترك في الابليكيشن. اللي يقدر يدفع سنة يدفع، اللي يقدر يدفع 7 سنين يدفع، يقدر يدفع شهر يدفع، واللي مش عايز ما يدفعش. بس يعني دي حاجة تافهة جدا يعني. انت بتحرق سجاير وبتقعد على القهوة باكتر من 50 جنيه في الشهر يعني. انا خارج مصر هدفع ازاي؟ بكريدت كارد. تقدر تدفع خارج مصر بكريدت كارد عادي جدا. اي حد بره مصر هيقدر يدفع بالكريدت كارد. بكره ان شاء الله يا شباب الدفع بكره، والابلكيشن هيشتغل تمام بكره. اعتقد بايبال ممكن يبقى برضو مع المحافظ الالكترونيه خلال اسبوع يعني، لسه مش دلوقتي. في في حاجه تانية يا شباب؟ حد عايز يسأل على حاجه تانية قبل ما نقفل اللايف؟ اعتقد احنا كده لمينا كل حاجه. عبد الله عبد الخالق، والله ما حد بيجيب من الاخر الا انت يا بنا، والله يعطيك العافيه حبيبي يا عبد الله، شكرا. اشتراك عن طريق محفظه ولا عن طريق ايه؟ جاوبت والله على السؤال ده. خلال الاسبوع هيبقى فيه موجود محافظ والحاجات دي. لحد ما ده يحصل فهو السداد بس عن طريق كريدت كارد. هل في حلول خارج الصندوق تجيب فلوس اكتر ممكن تتعمل بسرعه؟ هو يعني فكرة الابليكيشن دي فكرة خارج الصندوق اعتقد يعني، ولا ايه الفلوس الاكتر اللي هتيجي الدفعة واحدة مرة واحدة هي في الارض يا جماعة، عشان بس ما نضحكش على بعض يعني. آه، السنة ب500 جنيه يا جماعة. فال آه، ما ردتش عليا. طب ممكن يا عمرو تبعت السؤال تاني عشان ما شفتوش. حلقة قرشولي النهاردة ان شاء الله. هعمل سيف. حاضر يا يوسف، حاضر. يعني نخلص بس لو في حد عايز يسأل على حاجة، اظن كده اللي انا لميت كل حاجة. ولو في حاجة انا نسيتها فان شاء الله هتلاقوها عندي على الصفحة بإذن الله. كريدت كارد مش فاهم يعني الفيزا بتاعتك يعني. لو انت بره مصر هتدفع عادي بالفيزا بتاعتك.
في نظام للاعضاء في التطبيق، اعضاء النادي، انا عضو في النادي، وفي نظام للاعضاء النادي وتقدر تدفع الاشتراكات عن طريق الابليكيشن برضو ان شاء الله. موضوع سداد الفواتير مش هيبقى في فيز 1 او في المرحله الاولى من اطلاق الابليكيشن. مصطفى لو توافق على الارض ممكن تجيب فلوس بعد قد ايه؟ دي حاجه بقى في علم الغيب يعني، بس يتوافق عليها الاول. هل الارض كانت هتدخل مبلغ ضخم فعلا ولا بروباجندا على الفاضي؟ ما تفكرنيش بقى فؤاد، عشان انا الموضوع ده بيأثر في نفسيتي. انت كنت الارض اتسحبت قبل ما يخش لك 600 مليون جنيه نتيجة 2000 عضوية بس من استادات، يعني 600 مليون جنيه مقابل 2000 عضوية فقط. دول كانوا اتسحبت امتى؟ كنت هتاخد الفلوس دي يوم 25، الارض اتسحبت يوم 19، يعني قبل 6 ايام بس. فمش بروباجندا ولا حاجة، انت حتى الجزء الاستثماري دخلك 800 مليون ورجعتهم. ف... فيعني لا، مش بروباجندا خالص يعني. لازم يكون في عروض للاشتراك الشهري، يعني اشترك اول شهر، لو جدد تاني ياخد بدل الشهر 2 عشان دي اكبر نسبة ممكن تشترك. يعني ياخد شهري يعني يا جماعة، في 50 جنيه مش حاجة يا جدعان، والله ما حاجة يعني. انت لو نزلت من باب بيتك جبت لك لتر بيبسي ب 40 جنيه باين دلوقتي ولا بكام مش عارف. يعني لتر بيبسي، لتر ازازة بيبسي دي بتاخدها ب 40 جنيه، فانت صباح الفل يعني. احنا بنقول ايه يا جدعان؟ شهر ايه وشهر ايه؟ بس انتوا بتهرجوا والله يا جماعة. يبقى مفيش بديل للارض ايا كانت الحلول، بس الفرع الحاجة الوحيدة المضمونة ومستقبلا كمان. ما فيش، انا مش شايف ان في بديل للارض عشان بس نبقى واضحين. نسبة الزمالك اشتراكات البرنامج يا جماعة ما تشغلوش بالكم، نسبة هي الغالبية العظمى يعني. فما تشغلوش بالكم بالنسبة، ان اي ارقام هتقروها محدش يعرفها. ما تشغلوش بالكم بنسبة النادي هياخد هو النسبة الاكبر. ومقابل 2000 الموضوع يحرق الدم فعلا. والله اللي عمل كده اللهو الخفي لما عرف ان في فلوس داخله النادي، مالناش دعوه بقى. مفيش بديل، الارض كلها مسكنات، اما الارض حل ثابت. والله انا ده اللي انا قلته، مفيش حل، مفيش اي استثناء يعوض الزمالك عن ارضه. مفيش اي حاجه. احنا الابلكيشن دي مسكنات هتدي لك قرشين كويسين. على فكره هو الميزه في الابلكيشن ان هو كل شهر فيه فلوس داخله، كل شهر فيه فلوس داخله. احمد جمال الاخرس سافرنا في قطر، بيقول لك هو بره مصر ب$50 وبمصر ب500 للسنه. لا ده انت يا احمد اللي تقول لنا، انت اكيد عارف يعني. الاي او اس يا بنا، لينك الاي او اس على الصفحه الرسميه يا احمد حاتم. لينك الاي او اس على الصفحه الرسميه. بس كده. هل لديكم اقوال اخرى ولا نطير عشان الناس تخش تتفرج على اللايف ويوصل لها اللي هم عايزينه؟ اظن كده كفايه. يلا شكرا يا جماعه لوقتكم، جزاكم الله خير.